لمحات من كيميت مع إسلام مكرم. نفرهرو كشف أثري جميل جدا في منطقة سقارة في الفترة الأخيرة. مقبرة طبيب ملكي عاش في عصر الملك بيبي الثاني من الأسرة السادسة حوالي 2200 قبل الميلاد. الطبيب اسمه تيتي نيب فو، كان بيحمل ألقاب رفيعة لقيناها مكتوبة على جدران المقبرة. من ضمن ألقابه كبير أطباء القصر، كاهن الإلهة سيركت، متخصص في علاج اللدغات السامة، وعلى فكرة ده تخصص نادر، مدير النباتات الطبية. المقبرة بتتميز بمجموعة رائعة من النقوش والرسومات الملونة تحكي تفاصيل الحياة اليومية. السقف مطلي باللون الأحمر علشان يقلد الجرانيت. الاكتشاف ده بيفتح الباب لفهم أعمق لحياة الأطباء في مصر القديمة ودورهم في البلاط الملكي. اضغط متابعة للصفحة ولايك وشير. كيميت، أصل كل شيء.